طلقات مرة واحدة، والسبب الطلاق ديالها هي الخيانة الزوجية مع بنت خالتها، عايشة في السويد وبغات تتزوج وبغات دير دارها اللي الاسم ديالها آية، فعمرها 26 سنة، اللي كانت حصلاتهم في دار، وقالت لك حصلتهم في داري. بطبيعة الحال طلقات وما دارتش مع الوليدات. قالت لك خديت الطلاق ديالي هادي 3 سنين، تدمرت، تصدمت، ولكن تقبلت الواقع. هي بغات تتزوج وكتقلب على شي راجل يكون في أوروبا أي دولة بأوراق ولا بدون، أو لا حتى في أمريكا أو لا حتى في المغرب. قالت لك العمر ديال الراجل يكون من 30 سنة حتى 45 48، واخا عندو الوليدات مطلق ولا أرمن ما يفوتش 2 ولاد، واللي مهتم بها وبغاها وبغا يتواصل معاها وبغاها الزواج يتواصل معايا في الواتساب. الرقم في الواتساب هو 00212 67 18 65 82. والرقم الثاني ديالي اللي هو 00212 6 48 75 04 53. الناس اللي ما جاوبتوش في الواتساب عاود اتصل بيا، لان عندي ضغوطات بزاف والناس كيتصلوا بزاف على الفيديوهات، ماشي غير في انستغرام، لا راه كنديرو في تيك توك، فيسبوك، يوتيوب، في تويتر، يعني كلشي كيتصلوا الناس. ولهذا عاود اتصل بيا، مكانيش هذا انني انا ماشي جدي ولا هادي، ولهذا مرحبا بك اللي كنتي مع خويا بأوراق ولا بدون، وتكون راجل وفي. قالت لك انا بغيت يكون راجل وفي وما يكونش يعني تكون فيه شي خيانة أو يخونني ولا شي حاجة، لأن عندها تخوف من الخيانة. وبطبيعة الحال اللي بغا يتواصل معايا في الواتساب واللي كان بارطاجا الفيديو الإخوان أنت ولا أنت، فأول عرض زواج ليك وأنت ولا أنت هما المميزين. أنا صيفط ليا سكرين في الواتساب يعني تبارطاجي شي الفيديو كتفاعل مع الفيديوهات، فما تبخلش باسمك وسنك ومدينتك أو الدولة اللي عايش فيها، حيت بزاف اللي تزوجوا بالكومونتيرات. وبطبيعة الحال برنامج زوجوني مع شريك، ونتلاقاو فيديو آخر.